تخيل معايا غدا تصبح شاد منصب عالي وعندك ثروة خيالية، ولكن الأساس ديالها هو أنك استغليتي جهل الناس والعاطفة ديالهم. واش هادشي كيتسمى فعلا نجاح ولا جريمة معنوية مع وقت التنفيذ؟ قبل ما نبداو نتمنى أنكم تنشروا هذا الفيديو على أوسع نطاق باش أننا نزاحموا المحتوى التافه اللي ما عنده حتى قيمة مضافة على المجتمع ديالنا. اليوم غادي نهضروا على واحد الفخ اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الطموحين، وهو النجاح الوهمي اللي كتبنى على تضليل الوعي. في القانون الإداري المغربي عندنا مبادئ ذهبية بحال الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهاد المبادئ فراه ماشي غير سطور في الدستور، وإنما هي روح خاصة تسري في المجتمع كامل. ملي كنشوفوا شي حد كيطلع السلم باستغلال اللاوعي ديال الناس، راه كيدير بحال داك اللي كيبني عمارة فوق الرملة. في القانون أي قرار إداري مبني على تدليس أو تضليل فراه كيتلغى في الأخير. ونفس الشيء في الحياة، النجاح اللي مبني على التدليس الاجتماعي فراه المصير ديالو الانهيار في آخر المطاف. بزاف كيسحب ليهم الغاية تبرر الوسيلة، وهذه أكبر مغالطة اللي سقطت إمبراطوريات. في الواقع الوسيلة هي اللي كتعطي الشرعية للنتيجة. واش كتعرفوا باللي التضليل ونشر معلومات كاذبة راه ماشي غير عيب أخلاقي، وإنما فعل اللي كيعاقب عليه القانون المغربي في مجموعة من النصوص، حيث الوعي المجتمعي هو من الأمن العام. الفرق بين النجاح الحقيقي والوهمي هو القيمة المضافة بكل بساطة. واش انت ناضج كفاية باش انك تنجح وتجر معك المجتمع للفوق، ولا باغي تعيش بوحدك على حساب تفاهة الآخرين؟ تذكروا مزيان، الاستثمار في وعي الناس هو اللي كيدير التنمية المستدامة اللي كيهضر عليها المغرب في كل التقارير ديالو الرسمية. أما اللي كيبيع الوهم فراه كينصب فخ لراسو هو الأول قبل ما ينصبوا الآخرين، حيت نهار يعيقوا بك الناس فراه كتمشي السمعة وكيمشي الاحترام وكيبقى غير الندم. النجاح الحقيقي هو ملي كتكون قدوة ماشي عبرة، وهو ملي كتحترم ذكاء الناس وكتعطيهم شي حاجة اللي كترتقي بهم، شي حاجة مضافة، قيمة مضافة للمجتمع، ماشي تفاهة. طموحك حق مشروع، ولكن المبادئ ديالك هي الرسم العقاري، هي الوجه ديالك الحقيقي اللي كيحمي داك الطموح من الضياع. وقبل ما نسالي بغيت نسولكم بكل صراحة، واش فعلا فايت لكم شفتوا شي نموذج ديال النجاح السريع بان لكم مبني على تضليل وعي الناس، وكيفاش كانت النهاية ديالو في نظركم؟ شاركونا الآراء ديالكم في التعليقات، حيت وعيكم هو اللي كيهمنا.